كفر الدوار يا سياده الريس، الدايره الثانيه يا سياده الريس، بنستغيث بيك يا سياده الريس، حق الغلابه هيروح يا سياده الريس. اهلا بيكم في حلقه جديده من صوت الحق من قلب دايره كفر الدوار، الدايره اللي اتقال عليها انها كانت واحده من اصعب الجولات الانتخابيه على مر السنين. ناس اتعصبت وناس اتظلمت وناس فضلت مستنيه كلمه حق. والنهارده بقى معانا شخصيه بقت على لسان الكبير والصغير في الدايره، راجل الناس كلها شافته في الشارع وشال الحمل عنهم، بقى وسطهم ومتواجد معاهم دايما. المرشح لمجلس النواب خميس جمعة سعد الخولي، وشهرته خميس سعد الخولي. اهلا بحضرتك يا استاذ خميس. اهلا بيك معالي المستشار، واهلا بكل متابعينك الكرام. خلينا نبدا ونعرف الناس من هو خميس الخولي. انا خميس جمعة سعد الخولي، تربيت ونشأت في قرية كرم 4 التابعة لسيدي غازي، مركز ومدينة كفر الدوار. وطبعا احنا نشأنا في بلد ريفية، وبحب بلدي جدا، واتمنى من الله سبحانه وتعالى ان شاء الله باذن الله نساعد بلدي ونساعد كل اهل بلدي. اول ما حبيت تترشح ايه اللي جه في ذهنك وايه اللي خلاك ترشح اصلا؟ انا والله اترشحت عشان خاطر انا بقالي سنين شايف الناس مفيش تغيير، شايف دايما بنشوفه من كل الناس كلام حلو، كلام معسول، مفيش خدمات يعني، وفي الاخر مفيش حاجه. فالناس تعبت، عاوزين نقدم للناس حاجه حقيقيه، انت عارف حاجه في الواقع. انت عارف ان الناس ما بتشوفش المرشح غير قبل الانتخابات، وبعد الانتخابات بيروحوا للمرشحين ويخبطوا على بابهم، محدش بيلاقي حد يقف معاه وينفذ له الخدمه بتاعته. انت ايه فكرتك عن الموضوع ده؟ هو بالطبيعي مش هيكون موجود ومش هيلاقوه، لان هو لازم عشان خاطر الانسان يختار حد كويس من مكانه ويكون جنبه، يلاقيه في اي وقت. خميس الخولي هيقدم ايه للناس؟ ان شاء الله يكون خادم للناس في اي وقت، يلاقوه في اي مكان، موجود دايما، بيته موجود، في الشارع موجود، وسط الناس موجود، تحت شجرة موجود، في اي مكان موجود، على الطريق موجود، في مستشفى موجود، في مركز موجود، في اي خدمات، في وحدة صحية موجود، في اي مكان هيكون موجود ان شاء الله. قصد حضرتك انك متواجد دايما وسط الناس ان شاء الله. لما ترشحت وقدمت اوراقك للانتخابات ايه اللي جه في بالك؟ فكرت في ايه؟ ما خفتش من التنافس الشرس في كفر الدوار؟ انا ما خفتش من التنافس الشرس في كفر الدوار، لان اعلم ان شعب كفر الدوار شعب واعي وعنده ثقة وبيعرف يختار كويس وبيعرف يختار صح. كلنا شفنا المشهد اللي كان في الانتخابات ونسبة الحشد الكبيرة اللي كانت موجودة والعربيات اللي كانت جايبة ناس من القرى والأهالي، وقدمت للناس وقدمت لسيدي غازي ومجلس قرية سيدي غازي بالكامل شيء يدرس للتاريخ ان القرى لها تواجد ولها حشد وعاملة تكاتف مع خميس الخولي. خروج الناس من القرى ومن النجوع ده حاجة يعني من عند ربنا، كان حب من الناس ليا، لا حب عشان خاطر مال سياسي ولا حب لأي حاجة تانية، كان حب من القلب، طالع من القلب. عايزك تخاطب لذلك الناس النهاردة يعني طلعت من بيوتها حابين خميس، طلعوا ركبوا في عربيات نص نقل رايحين لخميس، رايحين شايفين نفسهم، شايفين نفسهم، شايفين مستقبلهم في ابنهم اللي هو حاسس باللي هم فيه، وحاسس بالمعاناة اللي هم فيه، وحاسس بطلباتهم، وحاسس بالحاجات اللي ناقصاهم، وحاسس بالحاجات اللي ناقصه البلد، وحاسس بيهم لان هو منهم وانشأ في وسطهم. لمست ايه بعد حالة اليأس والإحباط اللي ظهرت في الشارع أول ما النتيجة أعلنت في مركز ومدينة كفر الدوار؟ حسيت ان هم يعني زعلوا وكانوا متأثرين جدا اكتر مني انا، وانا اللي فيه النهارده تأثير تعب نفسي بسببهم هم، لان انا زعلت عشانهم، لان هم طلعوا، العاجز طلع والتعبان طلع عشان يعطيني صوته، عشان حاسس ان انا الامل اللي باقيله في الدنيا. فمعلش النهارده لما شاف اللي حصل في الدوائر وحصل في الانتخابات وحصل في الحشد اللي جه لخميس، وكل واحد خرج من بيته عشان خاطر يدي صوته ويوصل صوته للشارع وللعالم كله، معلش صوته ما وصلش، وحس ان هو النهارده صوته اتسرق منه. الناس لما شافت فخامة رئيس الجمهورية بيتكلم
على التجاوزات اللي حصلت والانتهاكات اللي حصلت، وان الهيئه الوطنيه للانتخابات المفروض تحقق وتدقق في ان اللي حصل ده او اصوات الناخبين فعلا طبقت على ارض الواقع ولا لا، اتطبق اراده الناس ولا لا. انت شايف ايه اللي حصل بعد كلمه معالي رئيس الجمهوريه؟ طبعا الشكر والتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على المجهود اللي قام بيه، لانه النهارده الشعب كله بيحبه، وفعلا هو حس بالشعب وحس بيهم، لان هو في وسط الناس وشايف، ودايما هو مشاهد الموقف ومشاهد الاتجاه السياسي في البلد، وبيسمع وشايف كل الفئات، وفعلا هو جه في الوقت المناسب وطلع بكلمته وكلمة حق، وفعلا هو الوحيد اللي هينصرنا على الظلم، وفعلا هو اللي هيخلي شعب مصر شعب عند يقول كلمته، وفعلا هو قال كلمته، محدش يبيع صوته، لان صوتك غالي ما ينباعش بفلوس، صوتك يساوي كتير، ما يساويش 200 جنيه، ما يساويش كرتونه، يساوي احسن من كده كتير، وصوتك هو الفيصل الوحيد اللي هيخلي مصر بلد تنهض باجيالها، باولادها، بشبابها، برجالها، بنسائها. يعني هو كان بيخاطب الناس ان هم يبعدوا عن مرشحين المال السياسي. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كل اللي يهمه ان تكون مصر بلد في مكان كويس، وتكون مصر بلد فعلا هي الحضارة، وعشان خاطر ان احنا نكون منساقين ورا مال سياسي، يبقى احنا معلش مش هنكونوا في مكان كويس في سيادة البلد. الرئيس كان يقصد ان ال 200 جنيه او الكرتونه او انبوبه البوتاجاز مش كفايه، لانك تجيب واحد فاسد او واحد هيتكلم باسمك لمده 5 سنين وهيشرع قوانين هتاثر عليك وهتاثر على اولادك وهتاثر على مستقبل الشعب ده كله لمده 5 سنين. فدي وجهه يعني ابرزها سياده الرئيس، وحاول يوضح للناس قد ايه خطوره المال السياسي. انت شايف ان الناس اتجرأت ازاي بعد خطاب رئيس الجمهورية؟ الناس اتجرأت بعد خطاب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ان لازم تختار الانسان اللي هيمثلك في مجلس. وعفوا ما كانش خطاب، ده كان منشور نزل على الصفحة الرسمية، وبعد كده اتعمل مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات تقول الاحداثيات والحاجات اللي حصلت والحاجات اللي وجه بيها رئيس الجمهورية. والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الرسالة على طبعا اللي وصل له طبعا من الشارع، ان الناس عندها نوع من الغضب على اللي حصل في الانتخابات والوضع اللي حصل من المستشارين في الانتخابات. فعلا هو قال وصلتني الاحداث، وصلته الاحداث بالظبط. وبناء على ذلك احنا انا كمرشح طبعا ليا الحق كأي مرشح موجود في الدايره، انا نفسي اتمنعت ان انا اخش احضر فرز الاصوات بتاعتي. فعلا دي مشكله دارجه جدا، وده مشكله طبعا لا ينص عليها لا دستور ولا قانون. بالظبط. اللي حصل قدام الانتخابات والمنع دخول سواء المرشحين او مناديب المرشحين ان هم يحضروا الفرز كان شيء غير دستوري، وشيء ينم على ان في شبهه في نزاهه الانتخابات. فالحاجات دي اتوثقت على وسائل السوشيال ميديا. شايف دور السوشيال ميديا ايه، واثرت ولا ما اثرتش على وعي الناس ووصلت للسلطه ولا لا؟ طبعا هي السوشيال ميديا وصل الرساله للسلطه، والا ما كانش السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي طلع وقال الخطاب ان لازما يكون في نزاهه ولازما تراجعوا نفسكم وتشوفوا الصح ايه، وبناء على ذلك تم الغاء 19 دايره من ضمن حوالي 84 دايره. يعني انت شايف ان السوشيال ميديا وسيله ضغط سياسيه عن طريق الفيديوهات الموثقه والحاجات اللي انتشرت على السوشيال ميديا والاحداث
اللي اتوثقت بالصوت والصوره، سواء كان من توجيه خارج اللجان، من دعايه، من اوراق اتكتبت بره، وشفنا فيديوهات منتشره على النت، وحضرتك نزلت على صفحتك الشخصيه ان كان في استمارات اقتراع كانت بتملى يدوي خارج اللجان. لان السوشيال ميديا دي نبض الشارع. لا انا عايز اعرف ايه موضوع الاستمارات اللي كانت موجوده واللي حضرتك نزلتها على صفحتك، بتقول ان في استمارات كانت موجوده خارج اللجان. المفروض ان الاستماره ديت القاضي قاعد قدامها ومتابع ومراقب. الاستماره لها عدد، الاستماره لها شخص موقع قدامها، في موظف قاعد على كل استماره بالحصر وبالترتيب. ازاي قدرت توصل للمعلومات دي؟ قدرت نوصل للمعلومات ديت لان احنا شفناها بعينينا خارج اللجان، ودي اوراق طبعا اقتراع. طبعا من المفروض ان مفيش ورقه تطلع من الصندوق او من داخل اللجنه اللي موجود فيها المستشار اللي موجود في اللجنه. يعني انت بتربط الاحداث اللي حصلت وبمنعكم من من حضور الفرز، وان انتوا تاخدوا محاضر الفرز بتاعتكم، ان في شبهه في نزاهه الانتخابات؟ طبعا شبهه واضحه لكل الناس. بناء عليه حضرتك شايف الخطاب اللي طلعه، الخطاب النهري اللي طلعته النيابه الاداريه، اللي هي بتقول فيه ان جات لهم تعليمات ان هم ما يحضروش حد لجان الفرز، وبعد كده تنصلوا قدام وسائل السوشيال ميديا وقدام الاعلام كله؟ فعلا حصل الكلام ده. هم فعلا قال لك احنا عندنا اوامر ان ما حدش يحضر منكم. حتى انا لما دخلت من ضمن اللجان في سيدي غازي، دخلت لجنه، المستشار قال لي بعد اذنك ما تقفش هنا واطلع بره. اتمنعتوا من الدخول؟ اتمنعنا من الدخول تماما، سواء كان قبل الفرز او اثناء الفرز. طب قدمتم تظلمات؟ احنا طبعا في الوقت اللي حصل ده احنا كنا في حاله ذهول. تمام. في حاله ذهول تام. اللي بيحصل ده ايه؟ احنا كنا انا واحد من الناس كنت حاسس ان انا مش في انتخابات، انا كنت حاسس ان انا في تمثيليه، مسرحيه هزليه. معلش انا انوهمت. المرشح خميس الخولي ما فيش ولا مندوب بتوكيل حضر في لجنه فرز ولا خد محضر فرز؟ كل المناديب عندنا تم طردها من اللجان. وكل ما اسال مندوب عندي اكلمه ايه اللي حصل معاك، يقول لك لا ديت اوامر عليا، احنا ما حدش يبقى موجود في اللجان. اثبتتم ده في محاضر رسميه او في تظلمات؟ لا احنا اثبتناه في الطعون اللي اتقدمت ان شاء الله باذن الله، ومنتظرين ان شاء الله باذن الله ان القضاء ان شاء الله يجيب حقنا ان شاء الله باذن الله. واحنا عشمانين في ربنا سبحانه وتعالى وفي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لان هو المسؤول عننا وعن شعب مصر ككل. حضرتك شايف الامل اللي اتجدد عند الناس بعد ال 19 لجنه اللي اتلغوا؟ شايف ان الطعون دي ممكن تجيب نتيجه ولا لا؟ ان شاء الله باذن الله. الطعون اللي اتقدمت على مستوى جمهوريه مصر العربيه وبالذات كفر الدوار، لان كفر الدوار فعلا ما كانتش عندنا انتخابات بالامانه، احنا كان عندنا مسرحيه هزليه. ولكن الموضوع النهارده الشارع كله بيتكلم، حتى يعني عمل لنا نوع من الاحباط. بيتكلم بيقول لك لا هو اللي معاه فلوس كتير هو اللي هيعدي، والانتخابات مش هتنعاد تاني عشان خاطر في فلوس كتير مدفوعه، ومعلش الموضوع هيعدي على كده وخلاص. بس انا امل كبير خالص امل كبير في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان شاء الله ينهي المهزله المسرحيه اللي حصلت في كفر الدوار. هل فعلا التظلمات اللي انتوا جيتوا تقدموها اللجنه الفرعيه رفضت انها تاخدها، علشان من شأن التظلمات دي انها تبطل الاجراء الشكلي للطعون؟ الناس بالفعل راحت تعمل تظلمات في دمنهور، اتمنعت تعمل تظلمات، وراحت تعمل محاضر اتمنعت تعمل محاضر، وتم الموضوع على كده. ولما طبعا بدأت الطعون، ميعاد الطعون يبدأ بعد إعلان النتيجة الرسمية اللي هو كان يوم الثلاث، الناس طبعا تاني يوم كل الناس بتاعتنا على مستوى كفر الدوار كل المرشحين المحترمين انا وصلني فعلا طبعا قدمنا طعون، وان شاء الله منتظرين. كم طعن؟ بالنسبة لكفر الدوار حوالي 11 طعن. حضرتك تواصلت مع جميع المرشحين وعملت ائتلاف ضد المال السياسي؟ طبعا احنا ضد المال السياسي.
بكل المقاييس. جمعت كل المرشحين اللي لم يجتازوا مرحله الاقتراع او لم يجتازوا الانتخابات على مركز ومدينه كفر الدوار، وعملت ائتلاف وجمعتوا بعضكم وعملتوا طعون سوا. طبعا عملنا كلنا طعون، كله عمل طعون. عندكم احساسكم ايه من والله احساسنا ان طبعا ان احنا ورقنا ده طبعا هينعرض على الهيئه القضائيه، واعتقد ومتاكد ان الهيئه القضائيه ان هي حلفه طبعا يمين الله، واحنا ثقتنا كمصريين ان احنا القاضي هو الحكم العدل بعد ربنا سبحانه وتعالى. يعني هنلتزم باحكام القضاء. اعتقد ان محدش هيكون قاضي بيحكم بين الناس بالعدل وان هو يخون الامانه. ماذا لو اعيدت الانتخابات؟ دورك ايه بين الناس؟ الخطوه اللي جايه بتاعتك ايه؟ ان شاء الله باذن الله ان تكون ان شاء الله ان انا طبعا متواجد وسط الناس، وان شاء الله هيكون في تغيير كبير جدا، لان الناس حصل عندها نوع من الوعي بالظبط كده، هو ده اللي والفكر وفهمه ده نازل رايح فين وده رايح فين وده جاي منين وده جاي منين، وعارفين مين هيخدم ومين واقف في ظهرهم ومين مستمر. بالنسبه لخميس الخولي هيكمل الانتخابات وهيكمل ويخش، ولا خلاص كده بالنسبه له الموضوع انتهى؟ لا ان شاء الله باذن الله انا مكمل مع الناس للاخر والاخر لحظه والاخر عمري، ان شاء الله نكون خادم ليهم ايا كان كنت عضو في مجلس الشعب او كنت خارج البرلمان، وان شاء الله نكون خادم ليهم في اي وقت وفي اي زمان وفي اي مكان. السؤال اللي انت ما تحبش تجاوب عليه، ايه رايك في اللي بيحصل على خط سيدي غازي وتقديم اكتر من مرشح للانتخابات وموضوع تفتيت الاصوات؟ انت شايف الموضوع ده ازاي؟ انا طبعا يحزنني ان لما حد من سيدي غازي ينزل كذا واحد في المكان، فده حاجه مش كويسه في حق سيدي غازي، لان سيدي غازي قريه كبيره مش صغيره. سيدي غازي تضم 140 قريه، 143 قريه. سيدي غازي عدد اصواتها وعندها حشد كبير، ويمكن حضرتك طبعا شفت الكلام ده على الحقيقه، يعني ككتله تصويتيه 65,000 لا يستهان بها، 65,000 صوت. تمام. وشفت انت ان الناس طلعت من بيوتها عشان شايفه امل. على مر السنين اللي فاتت سيدي غازي كان لها مقعد دائم في البرلمان طبعا، بس كانت متوحده على شخص واحد اللي هو معالي النائب رحمه الله عليه فوزي المهندس. اتمنى من الله سبحانه وتعالى في الفتره الجايه طبعا يكون عندنا حذر، يكون عندنا وعي كافي. يا ريت الناس حاولتوا تقعدوا يا استاذ خميس، حاولتوا تقعدوا؟ والله حاولنا نقعد مع بعض، وحاولت انا من واحد من الناس. ولا انت خلعت ولا ايه؟ لا انا والله كنت من ضمن الناس اللي كنت نفسي اوصل ان احنا نوصل القعده، ورفض ان انتوا في ناس رفضت القعده طبعا، ولكن طبعا بدون ذكر اسماء. كل الناس لها الاحترام والتقدير، لانهم كل الناس حبايبنا واصحابنا. شفت اللي حصل واهلنا في ابو حمص؟ تمام. النائب عادل الطنيخي انسحب علشان ما يفتتش الاصوات هو دي طبعا حاجه مشرفه، وحاجه دي حاجه تحسب. نتمنى نشوفها في سيدي غازي وفي خط سيدي غازي. دي حاجه تحسب له. خط سيدي غازي بالوضع ده يستحيل هنشوف نائب من سيدي غازي في البرلمان. لا بالنسبه طالما ان احنا بنطلع نفتت اصوات بعض، لا بالنسبه بنوقع بعض في الانتخابات. بالنسبه اللي يهمه المصلحه العامه، اي واحد نازل عاوز يعمل مصلحه عامه للناس، ما يهمهوش ان كان يكون عضو مجلس شعب او شخص. لا قدر الله اذا لم تلغى الانتخابات، وضع خميس الخولي في الخدمات مع الناس ايه؟ هيتغير ولا هيفضل مكمل؟ لا، خميس الخولي بطبيعته موجود وسط الناس وانا عندي 18 سنه من العمر. انا النهارده عندي 40 سنه. بحكم التجاره ولا بحكم بحكم التجاره، وبحكم ان انا اجتماعي وسط الناس في مشاكل، في افراحهم، في حزنهم، بطبيعتي انا موجود. الكتله بتاعت سيدي غازي كلها عائلات وكلها فيها ترابط وعارفين بعض انا بحب اكون موجود وسط الناس. انا عندي حاجه كده من عند ربنا. يعني انا بحس ان انا بلاقي نفسي وسط الناس.
يعني مش مرتبط ومتزمت بما انك صعيدي بقى واخد جنب كده شويه ولا؟ لا بالعكس، احنا طبعا انت عارف ان احنا عندنا عادات وتقاليد طبعا ما بتتغيرش. دي حاجه كلنا بنعتز بيها وان احنا وبنفتخر بيها. طبعا الناس عندنا في المقام الاول والاخير. وانا يا خميس مش زعلان ان انا ان ما حلفنيش الحظ او الانتخابات هتنعاد او مش هتنعاد. انا كل اللي مزعلني ان انا خرجت ليا ناس تصويت انتخابي. شفنا كلنا المشهد، كانت في ما شاء الله ناس محترم. معلش ماشيه على عكاكيز، وناس رايحه شايلينها على كراسي عشان تدلي بصوتها. فانا النهارده اللي مزعلني في خاطري واللي مخليني انا خاطري وجعني للامانه، مش ان انا يا خميس نكون عضو مجلس شعب او نكون حد قاعد في البرلمان او الناس مش موجود وسط. لا، اللي مزعلني ان حصل حشد لم يحصل في تاريخ سيدي غازي الا على ايام المرحوم الحاج فوزي المغازي رحمه الله عليه. رحمه الله عليه. تمام. حشد اعتقد الحشد اللي حصل في سيدي غازي ما حصلش على مستوى مركز كفر الدوار بالكامل. بمناسبه الحشد بقى، الارقام اللي ظهرت دي تنم على ان هي دي الاصوات اللي حصلت فعلا في الحشد ولا في تغيير؟ لا طبعا في تغيير. اذا كان الاصوات اللي في سيدي غازي انا يا خميس كشخصي انا ليا فيها 90%، مش هقول لك 100% عشان ما نكونش مبالغ. لا، ما احنا معانا مرشحين تانيين تمام. لهم قوه ولهم في مرشحين موجود في مرشحين موجودين، ولكن انا يا خميس كل الاصوات اللي جايه سيدي غازي عندها خميس ده موجود. كنت دايما انا اسمي موجود مع كل المرشحين، بيختار من كذا مرشح، ولكن انا يا خميس دايما اسمي موجود مع كل الناس اللي جايه. الخولي ثابت، ده ثابت. الناس كلها طالعه من بيوتها. كان المستشار طه والناس طبعا رمضان والناس طبعا كل البلد لهم كل الشكر والاحترام والتقدير. علاقتك بيهم كويسه؟ علاقتي بيهم كويسه جدا، وعلاقتي كويسه بال 24 مرشح على مركز كفر الدوار. كلمه ولهم كل الاحترام والتقدير. كلمه من خميس الخولي لاهل قريه كرم. اهل قريه كرم واهل كل القرى اللي مجاوره ليا واهل سيدي غازي. يعني ما تاخدنيش في الكلام، انا جاي لك قريه. لا معلش، انا عشان بس ما نفرضش قريه لان انا هجيبها واحده واحده. انا ابن كرم هي المنبع. لا استاذ علاء عشان بس ما تدخلنيش في دايره ثانيه. السلام ثم سيدي غازي لا ثم مركز ومدينه كفر الدوار. لا انا ابن كل قرى كرامات، وابن كل قرى خط السلام، وابن كل قرى خط مرونات، وابن جميع القرى على مستوى مركز ومدينه سيدي غازي، وابن جميع قرى مركز ومدينه كفر الدوار، وابن جميع عائلات كفر الدوار. انا مش ابن عائله الخولي بس او من بيت الخولي بس، لا انا ابن جميع عائلات كفر الدوار. دي حاجه واتمنى من الله سبحانه وتعالى ان انا نكون خادم لجميع عائلات كفر الدوار. طيب كلمه للناس الحمله الانتخابيه بتاعت خميس الخولي، الناس اللي تعبت معاك وجرت واتبهدلت واتمرمطت على مر السنين، سواء حصل إعادة انتخابات أو لم توفق ولم تحصل إعادة انتخابات، وما نتمناش كده طبعا. أنا الحملة الوحيدة بفضل الله سبحانه وتعالى، الحملة بتاعتي كان كل الشباب وكل الأولاد صغيرين. أنا كانت حملتي كانت فيها شباب صغير كده متطوعين خميس الخولي. أنا كان معايا فوق ال 200 عربية من المكان. كل بلد فيها عربيات، كل عربيات طالعه مع نفسها تحمل ناسها وتحمل حريمها وتحمل رجالتها. محبه ولا محبه من غير ولا جنيه. مفيش فلوس يا باشا ولا جنيه ولا مال سياسي ولا مال سياسي ولا اي حاجه. كل طالعين بالحب. خميس الخولي ما وزعش كان في حاجه اسمها فزعه. فزعه ده في العرب. انت عارف يعني ايه فزعه؟ انت عارف الفزعه كده لما في العرب ولا في الصعيده؟ في فزعه كده يقول فزعه يا عرب. كان طبعا في فزعه من قلب كل مواطن طالع رايح لابنه. كلنا شفنا ولمسنا، وكل الناس وكل الحبايب، ويمكن شهدت الموقف ده استاذ علاء بأساسة المستشار بنفسك في سيدي غازي. كان الحج شكله ايه، وكانت حاجه مشرفه جدا. تشرف طبعا. وكان عرس انتخابي، ولكن العرس الانتخابي كل انتهى بامر غير طبيعي، وامر الناس حست عار سياسي. معلش يعني مصطلح ومضمون الكلمه عار سياسي. بعار سياسي بظلم بين قريب من اللي حصل في 2010. بظلم بين نفس احداث 2010. نفس احداث 2010. طيب حضرتك تقول ايه للشباب كفر الدوار تما، مركز ومدينه كفر الدوار، بندر او مركز؟ شباب كفر الدوار وانت واحد منهم. شباب محترم، وشباب مثقف، وشباب متعلم، واعي
واعي وفاهم، ولكن في بعض الناس بتوع المال السياسي بيشوههم على الشباب ده. النهارده الشباب ما عادش تايه. الناس كانت في ناس اعرفها انا، وناس قالت لي وتقال لي ان كانت في ناس بتاخد من المال السياسي وتخش ما تدومش. النسبه اللي حضرت نسبه الحضور اللي حصلت في الاصوات مش هي اللي اتعملت. الناس اللي اخذت من بالفعل. بتوع المال السياسي فلوس بالفعل أغلبها ما عطاهمش أو ما عطاهمش اصوات. يعني الناس بقى عندها وعي وبقى عندها ادراك وبقى عندها بيقول لك احنا ناخد الفلوس وندي لاي حد، ونشرنا. وده كان دورنا ان احنا حاولنا على قد ما نقدر ان احنا نعيد الانتخابات ونبين ايه اللي حصل والمساوئ اللي حصلت في الانتخابات. سيادة المستشار، مع احترامي للجميع ومع احترامي لكل المراكز وكل المحافظات على مستوى جمهورية مصر العربية، انت عارف ان كفر الدوار لها باع سياسي كبير، وكفر الدوار ديت بلد مش دايره على مستوى مش شويه. كفر الدوار تلت عدد سكانها، تلت محافظه البحيره، حوالي 2 مليون ولا حاجه. حوالي 2 مليون النهارده. لا خش 2 في 2 مليون و300 الف، 2 مليون ونص النهارده كفر الدوار. معلش كفر الدوار دي تاريخ، لما يحصل فيها اللي بيحصل ده، لا كفر الدوار اكبر من كده. كفر الدوار حاجه كبيره. كفر الدوار ديت اللي وقفت للانجليز سنه 1882. عشان ما نطولش على الناس، انا عايز اقول لحضرتك الانتخابات هتلغي ولا مش هتلغي؟ الانتخابات احساس خميس الخولي لو مفيش دفع فلوس كتير. لا ما هو احنا هنا في مرحله قضاء. استنى، قضاء. احنا في مرحله قضاء. احنا كلنا بنحترم ان شاء الله باذن الله. كلمه الرئيس عبد الفتاح السيسي والهيئه القضائيه ان شاء الله هتكون الفيصل، وان شاء الله باذن الله الانتخابات باذن الله تتلغي، وان شاء الله تكون في انتخابات ان شاء الله نزيهه المره الجايه ان شاء الله باذن الله في الاعاده. وان شاء الله متفائلين خير في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان شاء الله ان يلغي الدائره الاولى بالكامل. طيب حضرتك شايف ان لازم الشخص او النائب او المرشح لازم يكون معاه الكارنيه علشان يخدم الناس؟ يعني وانت بتدردش معايا قبل ما نيجي ونصور اللقاء قلت لي انا متواجد وانا نائب بدون كارنيه. يعني ايه نائب بدون كارنيه؟ نائب بدون كارنيه يعني هيكون نائب خدمي في وسط الناس. مش لازم يكون في المجلس؟ لا مش لازم يكون في المجلس. في المجلس يعني اللي عايز يخدم بيخدم في اي كرسي، بيخدم في اي مكان. يعني الكرسي مش مقياس للخدمه؟ لا الكرسي بس عشان خاطر تكون انت راجل في المجلس موجود في التشريع، وطبعا في المحاسبات الماليه. فكرتني بقى، دور عضو مجلس الشعب خدمي ولا تشريعي؟ والله هو عضو مجلس الشعب خدمي وتشريعي بالظبط، بس اكتر في الوقت الحالي اللي احنا فيه خدمي. يعني حضرتك بتقول حاجه عكس الواقع تماما. يعني هو يعني الخدمات مش اكتر من التشريع. يعني التشريع ده القوانين اللي بيشرحها اعضاء مجلس الشعب اللي بتاثر عليك وتاثر على اولادك واحفادك وتاثر على القوانين اللي بتطبق في حياتنا اليوميه. تشريعها مين اللي بيشرحها؟ طبعا عشان كده الرئيس طلع وقال مجلس الشعب يا جماعه لازم تحطوا ناس قيمه وكفاءه وشباب، ناس واعيه وناس عندها خبره، يكون فاهم ويكون واعي ويكون عنده القوه وعنده الشجاعه ان يقدر يتكلم بصوت الشعب. نختم ما يكونش متخاذل. نختم لقائنا بكلمه لبندر ومركز كفر الدوار والمحافظه البحيره بالكامل من خميس الخولي، تقول لهم ايه؟ والله انا احب اشكر كل حبايبنا وكل اهل كفر الدوار وكل اهل سيد غازي وكل اهل محافظه البحيره، واشكر القياده السياسيه، واشكر كل الحبايب والاحباب وكل الناس اللي ساعدتنا، واشكر كل الناس اللي تعبت معانا. والله وانا فعلا يعني انا تعبان نفسيا جدا 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 والله. وانا كل زعلي وكل تعبي وكل المعاناة اللي انا فيها وكل الاحساس اللي انا فيه النهاردة بزعلي عشان خاطر تعبكم معايا. وكل واحد خرج من بيته، كل حد اي واحد طلع ادلى بصوته
ليا، صدقني صوتك مش هيروح، وان شاء الله الحق كده كده راجع. ليس أخيرا كنا معكم في دردشة انتخابية من صوت الحق مع المستشار علاء نصار. بنشكر الحاج خميس الخولي، شرفتنا وتشرفنا بيك، ونشوفكم في بودكاست آخر من صوت الحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبي يا سيد المستشار، حبيبي، شكرا.